ضيوفنا الأكارم، باسمكم جميعا نرحب بضيفينا في هذه الأمسية المباركة، وهي عبارة عن قراءة في شعر حمد الحجي. نرحب بأستاذنا الأديب عبد الله بن عبد العزيز الضويحي والدكتور خالد بن عبد العزيز الدخيل. أهلا بكم جميعا. الله يحييك الله. سنبدأ في البداية سنأخذ نبذة موجزة عن حياة الشاعر حمد الحجي، ومن ثم ننتقل للدكتور خالد ونأخذ أيضا نبذة عن شعر حمد الحجي بشكل عام، ثم نقوم بطرح الأسئلة والمناقشة، ومن ثم نفتح النقاش أيضا لمن أراد أن يدخل بسؤال أو أي استفسار. نبدأ من أبو عبد العزيز أولا. تفضل. نتحدث عن حياة الشاعر، بداياته، مولده، كيف عاش طفولته. نعم. أولا الوقت داهمنا ولا نستطيع أن نضفي على حياته كلها، فسنجيب الاختصار. ولد الشاعر حمد بن سعد الحجي في بلدة مرات اللي هي الآن محافظة مرات عام 1357، وهناك من يقول أنها 58، ولكنها في سجل قيد الطلاب في عام 1357. والده شاعر مغمور، وعندما كان عمر الشاعر حمد الحجي 6 سنوات اصطحبه والده إلى مدرسة الكتاتيب في ذلك الوقت، وهم المشايخ، فدرس في مدرسة السبل، كان فيها الشيخ ناصر بن عبد المحسن الدريس والشيخ إبراهيم الحميضي، فأعجبوا بنباهة هذا الطفل الصغير الذي عمره 6 سنوات، وواكب الذين قد سبقوه. يعني المدرسة فيها ناس طلاب يعني منتظمين، وجاء ما شاء الله عليه وواكبهم. على العموم باختصار، في عام 1368 افتتحت المدرسة النظامية في مرات، وكان عدد الطلاب الذين سجلوا في وقت الافتتاح 87 طالب. كان في الصف الثالث توفيت أيضا والدته، ماتت الله يرحمها، وهو في الصف الثالث الابتدائي، وطبعا لازم يعني يؤثر عليه هذا الحدث، لكنه تغلب على هذا وما شاء الله عليه، وواصل كفاحه وتخرج من المدرسة الابتدائية عام 1371، وكان ترتيبه 9. طبعا في أشياء كثيرة لا يمكنني أن أقولها الآن لأن الوقت سريع جدا. 9 على مستوى المملكة. نعم، 9 على مستوى المملكة. 9 على مستوى المملكة. نعم، كان ترتيبه 9 على مستوى المملكة، والثاني على مستوى طلاب مرات. بعد ذلك كان قدامه خيارين، يا أما يروح للطائف في دار التوحيد أو يروح للرياض في المعهد العلمي. طبعا لا ما له يعني ولد عمره يعني مثلا 14 أو 15 سنة، صعب أنه يروح للطائف، حتى ما عنده هناك أحد يستقبل، لا أخوان ولا حاد ولا شيء، فقرر أن يروح للمعهد العلمي في الرياض، ودخل المعهد العلمي في الرياض واستمر في الدراسة. وبعد ذلك في السنة وأخذ مثل الكفاءة اللي هي السنة الثالثة عام 1374. جميل، ممتاز. يعني طيب، هنا يعني نتوقف عند تخرجه من المعهد العلمي في الرياض. سأترك لك المجال مفتوح الآن. طيب تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. في البداية أحب أن أشكر أهل مرات جميعا
وأشكر على وجه الخصوص من دعوني لهذه الأمسية للحديث عن شاعر حبيب إلى قلبي، حمد الحجي، الذي عشت فترة البحث معه يعني من أجمل وألذ الفترات التي عشتها. حمد الحجي الحقيقة يصنف ضمن، من وجهة نظري طبعا، تعرفون الأدب وجهة النظر متاحة للجميع، أنه من أفضل الشعراء، بل إنه إذا صنفنا على 3 مستويات فهو سيكون في المستوى الأول رغم قلة شعره، رغم أن شعره قليل، ولكن هذه لظروف تعرفونها أنتم وقدمها أبو عبد العزيز. لماذا حمد الحجي أصنفه بهذا أو يحتل هذه المكانة بين شعراء المملكة؟ أنا أكاد أجزم أن السبب يتمحور حول مجموعة من الميزات التي تميز بها حمد الحجي. أولها أن حمد الحجي صادق، يعني شعره يعبر حقيقة عن حياته. حمد الحجي لا يفتعل الأحزان، ما يفتعل أحزانه. حمد الحجي لا يتصنع أيضا. حمد الحجي يقول ما في خاطره، لأننا نرى حياته هي هكذا، نرى الآلام التي تمر به بهذا الشكل. وفي الأخير أصيب بالفصام الذي أوقف شعره نهائيا للأسف. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية أيضا أنه محكم الشعر، صادق، وأيضا شعره محكم متين، يعني يكاد يباري شعراء العرب الكبار. كان مثقف، يعني ليس يعبر عن إحساس فقط، بل إنه قارئ. وقدم قبل قليل أبو عبد العزيز قال إنه يقرأ الكتب في مرحلة مبكرة من عمره، يعني في فترة الابتدائي والمتوسط كان يقرأ في كتب الفلاسفة، كبار الفلاسفة، وجاء أيضا هذا في شعره. يعني في شعر حمد الحجي ما يذكر أرسطو وأفلاطون وكبار فلاسفة اليونان، وأيضا كبار الفلاسفة العرب، فهو يستوحي ويستلهم ما عند الغرب والعرب، فهو إذن مثقف. إلى غير ذلك من الميزات. أنا إذا سمح لي سأتكلم في تقريبا 5 دقائق عن فكرة مهمة جدا لم أقرأها عند من كتب عن حمد الحجي. هذه الفكرة أن حمد الحجي أصيب في انفصام في الشخصية. الفصام كما تعلمون مرض ذهاني عقلي، وهذا المرض عندما أصيب به توقف تماما عن قرض الشعر. يعني من سنة، يعني عما يتحدث وما وصلني من معلومات، من سنة 1381 إلى وفاته رحمه الله عام 1409 لم يكتب بيتا أو لم يضره. إن قالوا إنه يكتب فإنه يكتب لنفسه، لكن 81 دكتور، من 81 إلى سنة 1409، هذه فترة طويلة. السبب الأول في أنه لم يكتب أبيات في هذه المرحلة هي الإصابة بالفصام، والفصام معروف عند علماء النفس أنه مرض عقلي ليس مرض نفسي حسي، يعني في اكتئاب أو ما إلى ذلك، لأن هناك أمراض نفسية وهناك أمراض عقلية ذهانية. هناك فترة قبل الفصام وهي ما قبل من سنة 76 أو ما قبلها بقليل إلى سنة 81 كان يكتب شعرا محكما. وهذه المرحلة أسميها مرحلتين: مرحلة بسيطة وهي بداياته وكان شعره فيها ضعيف، وهذا طبيعي وهو شأن البدايات. المرحلة المهمة هي المرحلة الثانية وهي المركزية، وهي محور شاعرية حمد الحجي. هذه المرحلة ميزتها أنها صورت إرهاصات الفصام، لأن علماء النفس كانوا يقولون إن الفصام لا يصاب بالفصام مباشرة هكذا ويوقفه، لا، هناك دلائل تدل على أنه سيصاب
بانفصام في الشخصية. هذه الإرهاصات لها علامات وسمات، السمات هذه هي التي ظهرت في شعره. ويبدو أن ما معي وقت، لكن ممكن أن أعطي أمثلة لهذه يعني إرهاصات الفصام كيف ظهرت في شعره. ممكن الآن يعني مثلا من علامات الإرهاصات الفصام، وليس الفصام، إرهاصاته بداياته يعني هو العزلة، لا يحب الناس. فمثلا هو يشتكي من هذا كثيرا. أنا سأعطي أمثلة منها. لو أنك أبصرت مدى عمق جراحي واعتزالي عالم الناس لكي يجلوا نواحي ما بروحي. ويقول أيضا: يا إلهي إليك أشكو انقباضي واعتزالي وخلوتي وانتحابي. لاحظوا يركز على العزلة ويكررها في كثير من القصائد. وأنا أتي هنا إلى مجموعة قصائد، لا أقول قصيدة واحدة. إذا قلت قصيدة أقول ممكن مرحلة يعني تجربة وانتهت، لكن في كل قصيدة أو في أكثر قصائده تجده يكرر هذه الفكرة. ويستخدم ألفاظ مترادفة أيضا، عزلة خلوة. نعم. وأسباب ومبررات العزلة كثيرة، منها أن الناس عنده في نظرته، وهذه من إرهاصات الفصام أيضا، يرى فيهم أنهم أناس يكيدون له، أو أنهم يعني يمكرون به، يراقبونه، يتابعون تحركاته. يقول مثلا: أم لأني أرى الأنام بأجسام توارت فيها نفوس الذئاب، بين نذل وخائن وعدو وحسود وصاحب ذي كذاب. وفي أيضا من مظاهر الغربة النفسية عنده فقدان المعنى، وهي مهمة وذكرها علماء النفس كثيرا. يعني يصور إحساسه بأن الحياة تافهة، تبعث على الضيق والملل، أحداثها تسير بشكل رتيب وغير منطقي وليس معقولا. وهذا ظهر كثيرا في شعره. مثال ذلك يقول: لا تعرضوا، يعني من أسباب فقدان المعنى يرى أنه لا يريد أن يعيش في هذه الحياة، يتمنى الموت. لا تعرضوا لي بأثواب الفنون فكم أرى البقاء قبيحا والفنا حسنا. ويقول: قد رنقت صفوي الحياة فمن يرضى بعيش كله كدر. ويقول في الزورق التائه: يا حياتي ما الذي فيك يرى يبهج النفس ويغري بالبقاء. ويقول أيضا في نفس القصيدة: سوف أطوي صفحة العمر فما أستطيع العيش عبدا موثقا. وسأكمل إن شاء الله بعد قليل. يعني دكتور، أنت تقريبا أجبت على سؤالي الآخر، وهو لماذا اخترت حمد الحجي. يعني في إجابتك هذه فعلا توضيح لهذا الشيء، ولكن هذا سيقودني إلى سؤال آخر، وهو متى بدأ متابعتك لحمد الحجي، أو أول مرة اطلعت على شعر حمد الحجي، أو والله جاء في نفسك يعني شيء أنك تريد أن تبحث في هذا الشعر؟ طبعا حمد الحجي معروف، يعني شاعر الذي يأتي في ميدان الأدب. حمد الحجي من أبرز الشعراء ويتردد كثيرا، بل إن حمد الحجي، وكنا ندرس في المعهد العلمي في الثانوية، كان هناك شواهد من شعر حمد الحجي على أنه أحد أعلام الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية. فقراءتي لقصائده، متابعتي بعد ذلك لما يطرح عنه، أيضا دراستي في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام، درست على يد الدكتور محمد بن سعد بن حسين رحمه الله والدكتور إبراهيم الفوزان. هؤلاء يتحدثون دائما عن حمد الحجي، واستهواني حقيقة شعره. أعجبني في شعره الصدق، أنه إنسان صادق يقول ما في قلبه حقيقة، وليس مثل الشعراء الذي
يحدثك عن الحزن والألم، ثم إذا التفت إلى حياته وإذا به منعما مكرما. طبعا التمس لهم ذلك، أقول ممكن أن الحزن ليس في المادة والمال وكذا، ربما يكون هناك تجارب عاطفية، لكن حمد الحجي واضح حياته تشف عن شعره. جميل جدا. طيب نعود لأبي عبد العزيز، وهي كيف كانت علاقته مع أصدقائه وأقرانه يعني وجيله؟ كيف كانت العلاقة معه؟ يعني هل كان ودود؟ هل كان منعزل؟ والله علاقته حسب أنا يعني ما سمعت من قرنائه ومن جيله اللي عاشوا معه شبه منفرد، يعني ما كان كثير. كان يجي في مجلس مثلا فيه مجموعة من الشباب من أقرانه ويجلس معهم، ثم بعد فترة تلقاه هو منشغل مع الشعر، يأخذ له ورقة ويقعد يكتب له أبيات شعرية فيها 5 دقائق أو 10 دقائق، ولا مطلع له قصيدة تقريبا حوالي 12 بيت أو كذا. لكن حسب ما قرأت وسمعت إن جميع الذين كانوا يجلسون معه كانوا ينظرون له بنظرة أخرى، مثل تقول نظرة مثلا دونية، فهذا أكيد يحس في نفسه. فكان إذا مثلا قال القصيدة أو قرأها عندهم فيه ناس مثل ما تقول يستهزئ أو كذا، فيترك المكان ويذهب. يعني ربما يعني تكون نظرة استحقار، يعني قد يكون يعني أنت وش أنت يعني عشان تكتب بالقصة؟ أيوة من هذا الباب. وماذا تكون؟ أي نعم هذه ممكن. وهذه تحدث بها أكثر من واحد، يعني تحدث بها الأستاذ حمد الدعيج، كان حاضر مجلس من مجالسه مرة، يقول إنه إحنا جالسين في المجلس وألقى لنا قصيدة، وتحدث أيضا الدكتور حمد الزيد برضو عنه، يقول جانا في الطائف، يقول إحنا مجموعة من دوجلس في الطائف، وبعدين أثناء حديثنا معه كان في كتاب مرمي عندنا، أخذ الكتاب وفتح غلافه وأخذ يكتب، ما يدخل معهم في الحديث. يقول أخذ يكتب وطلع بقصيدة إلى باعث الشكوى، هذا أي باعث الشكوى بنفسي سكننا بقروة والحبيب جوارنا فلله مغنى قد سكناه بقروة. يقول جابها كاملة 12 بيت. طيب على نفس يعني هذا يقود إلى أن الشاعر كان يكتب القصيدة حاضرة. نعم. يعني لا ينمق أو يأخذ وقت. نعم على البديهة، على بديهته. نعم. ليس من أصحاب المطولات أو الحوليات أو عفوا الحوليات أو يعني الذي ينمق شعره ويحاول أن يخرجه. صحيح. يعني شعره يعني حاضر البديهة وبصورة واحدة. نعم. يروي الدكتور بن حسين يقول فيه قال كنا في النادي الأدبي في المعهد العلمي، وقالوا انه بيجي يزورنا احمد زكي، مو احمد زكي حق اليماني هذا، احمد زكي كان رئيس تحرير مجلة العربي في ذلك الوقت. نعم. وكان ايضا رئيس المجمع اللغوي في دمشق اتوقع. فعندما سمع انه بيزورهم يقول انه ذهب الى احد الفصول وجلس في ركنه واخذ يكتب قصيدة اللي هي قصيدة يا بدر هذا. يا بدر. نعم. وطلع في 39 بيت في خلال ساعة واحدة، وألقاها أمام الضيف وأمام الحاضرين. طبعا هذا يعني 39 بيت في ساعة واحدة، يعني ولا حضر لها ولا حاجة. هذا شيء يعني خارج عن يعني عبقرية يعني خارج عن المألوف. أبو عبد العزيز، طيب هل نستطيع استنتاج ما هي قصائده الأولى أو محاولاته الأولى؟ والله محاولاته الأولى أنا يعني لا يعني أقرأ، لأن لست من جيله، لكن قرأت له بيتين يقال إنها من محاولاته الأولى. كنت كاتبها هنا. طبعا كان المحاولات الأولى. طيب دكتور، في المهم فيها طيب فيما يجده أبو عبد العزيز. نعم. في يعني بعد دراستك يعني الفاحصة فعلا لشعر حمد الحجي، نعم. هل فعلا استنتجت أو اكتشفت
أن هذه القصائد من أوائل القصائد، أو هذه القصيدة هي الأولى تعتبر بالتسلسل الزمني يعني؟ بالنسبة لما قرأته عن حمد الحجي، هناك قصائد فعلا دون المستوى، يعني ليست في مستوى القصائد الكبيرة مثل الزورق التائه وخلف المنظار الأسود، ذكرى الطفولة، ما تمر بخاطري إلا رأيت بها نعيم الجنة. هذه قصائد نجدها في المستوى الأول، وأنا أتوقع أنها متأخرة، طبعا ليست متأخرة في حياتي، متأخرة عن 81، عن 1381. هناك قصائد مثل الحسن في الطائف، قصيدة الحسن في الطائف يبدو لي أنها من البدايات، من مراحل البداية. نعم، الحسن في الطائف أعتقد أنها في عام 74. أي نعم، إذن هي في بداياتها. لا 76، نعم في عام 76 الحسن في الطائف. هي تقريبا هي أول قصيدة له، وهذا ما سنناقشه بعد قليل. أول قصيدة له تقريبا، أو من أوائل القصائد اللي هي عندما تحدث عن الطباعة، عندما فتحت مطبعة الرياض عام 74. أي نعم. نعم عام 74 لقصيدة. لكن الطباعة، قصيدة الطباعة يتسمى من شعر المناسبات. الشاعر يعني ليس عنده أحاسيس يقولها، فهي مناسبة مرت وكتب فيها. قصيدة يا بدر لاحظ أنها مناسبة كما ذكر أبو عبد العزيز، لكن هذه القصيدة اختلطت بأحاسيسه، فتجد لم يذكر فيها الضيف. نعم. اسم الضيف لم يذكر فيها، إنما هو أراد أن يخرج ويعبر عن نفسه كتلميذ يعني. نعم، لم يذكر فيها اسم الضيف، كله يتحدث يا بدر إنك في الظلام سميري، ما لي سواك مناغم لشعوري، أرنو إليك وملء بردي وحشة، فأعود موسوم المنى بالنور، إلى آخر القصيدة. كلها حديث عن نفسه وعن الناس الذين يكيدون له ويمكرون به، حتى أنه قال يا بدر إني في الحياة معذب، أحيا على هذا الثرى كأسيري. ويقول إن جاء إنسان إليك فرده نحو التراب بخيبة المقهور، هم أفسدوا هذا الثرى وتطايروا لك كي تمور بفتنة وشرور، ما عندهم إلا الأذى ومكائد لا يستطيع بحصرها تعبيري، إلى آخر القصيدة. ويقول الناس وصلوا للقمر، يقول يرادوا أن يفسدوك كما أفسدوا الأرض. جميل جدا. طبعا هذه لو نظرنا أيضا الحسن في الطائف عام 76 وجامعة الرياض لجامعة الملك سعود في أي نعم. عام 77 تقريبا، افتتاح جامعة الملك سعود صحيح. عام 77 يعني كل هذه القصائد تقريبا كلها تدور في فلك 6 سنوات 7 سنوات. طبعا كل قصائد تقريبا من 74 سنة 74 إلى 81. هذا الذي أنا استطعت أن أصل إليه، أنها مرحلة قصيرة جدا، 74 إلى 81 7 سنوات أو 8 سنوات 7 سنوات. إيه نعم، هو شعره يدور في هذه المرحلة. 30 سنة من حياته، والأولى طبعا في طفولته ما كتب إلا إن كان محاولات ما وصلتنا. وجدت البيتين أبو عبد العزيز؟ وجدت البيتين يقال أنها من بداياته اللي هي اسمها يا حياتي. يقول يا من يسائل كيف العمر أنفقه، هذه حياتي بحر القول أرويها، حب وسجن وحرمان ودادية من الليالي بأشعاري أزجيها. ويقال أن أول قصيدة نشرت له هي الطباعة، كان عمره 16 سنة في ذلك الوقت، وفي الصف الثالث المتوسط يعني في المعهد العلمي. وطبعا طالب عمره مثلا 16 سنة يقول هذه القصيدة التي فيها أشياء كثيرة، دليل على أنه يعني عنده أنه واسع القراءة، جاب جوتنبرج وجاب أشياء كثيرة فطبعا هذه يقال أنها هي أول قصيدة نشرت له في صحيفة القصيم. بس تدل على أن له محاولات سابقة. له محاولات طبعا، لأنها محكمة القصيدة بالتأكيد. عروضيا وأيضا فيها صور. طيب ما أنك ذكرت عروضيا، ما هو أكثر البحور الذي يعني غاص فيه الشاعر حمد الحجي في شعره؟ الحقيقة أنا يعني عندي في هذا الكتاب حمد الحجي شاعر الآلام حصرت الأوزان العروضية التي يستخدمها الشاعر كثيرا. بالنسبة للبحر الكامل
وهو 3 تفعيلات: كمل الجمال من البحور الكامل، متفاعل متفاعل متفاعل. استخدمه 12 مرة، 12 مرة، والنسبة المئوية 19%. البحر الطويل 8 مرات، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل فعول مفاعل. والخفيف 8 مرات. البسيط التام 7 مرات. فالملحوظ يعني أنه يلجأ للبحور الطويلة ولم يلجأ للمجزوءة. ولديه أيضا قصيدتين في شعر التفعيلة، ويبدو لي أنها متأخرة. دكتور، النظم على البحور الطويلة عادة تكون الآه فيه طويلة. أي نعم نعم. صحيح. يعني التوجد لا يخرج عادة إلا في الكلام الطويل، صح ولا لا دكتور؟ طبعا هناك تحليلات، لكن لا نستطيع أن نجزم بأن البحور الطويلة هي تتناسب مع هذا الغرض. يعني نأخذ مثالا: بحر البسيط جاء مرتين في يا عيد وافيت فالأشجان مرخية سدولها ونعيم النفس مفقود، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، وهو بحر طويل يعد من البحور الطويلة. في قصيدة أخرى مستفعل فاعل بسيط. كيف؟ مستفعل فاعل مستفعل فاعل بسيط، مستفعل فاعل مستفعل، إن البسيط لديه يبسط الأمل، مستفعل فاعل مستفعل فاعل. بحر بسيط. أي نعم. فأنا قلت ماذا؟ قلت الطويلة. لا، أنا أقول من البحور الطويلة. نعم. عندنا بحور طويلة ومجزوءة. المجزوءة هي التي يكتفي بتفعيلتين من بحر طويل. فالبحور الطويلة نصنفها ضمن البحر الطويل والبسيط والكامل، ويلحق بها الخفيف وغيرها من البحور الطويلة. وهناك مجزوءة إما من البحور وإما بحور أخرى متعلقة. ما أقصده أننا لا نستطيع أن نحكم بأن البحر الطويل يناسب غرض الحزن فقط، لأنه قد يأتي في الفرح. مثلا عند حمد الحجي يعيد وفيت من بحر البسيط، وهناك بحر البسيط أيضا جاء في مرحلة سعادة، وهو جاء الربيع فماس الكون ترحيبا، وغنت الورق فوق الأيك تطريبا، وصارت الأرض مخضرا جوانبها بالنبت تلقاه مفروشا ومنصوبا. تلحظ السعادة الغامرة في هذه القصيدة بحلول الربيع، فليس فيها ولا ألم إلا في أبيات بسيطة. أقصد يعني أن عندما يكثر الشاعر أي نعم، إذا أصبحت ظاهرة نعم في شعره فنحاول نبحث لها عن تفسير، نجدها أن البحر الطويل يتناسب مع مد الصوت بالآهات والأحزان والآلام. نعم. جميل. طبعا هو تقريبا كتب على غالبية البحور 14 بحر تقريبا، كتب على 14 بحر. أي نعم. أنا وضعت العدد 14. نعم 14 بحرا صح. 14 بحرا من 17 صح. أي نعم. من 17 من 17 بحرا تقريبا. البحور الشعرية هي طبعا عدد البحور هناك المجزوء وهناك التام. فالبحر قد يكون مجزوءا وقد يكون تاما. جميل. جميل. طيب أيضا لن نذهب بعيدا عن البحور، وسنتحدث عن المعاني التي تناولها الشاعر في هذه البحور إجمالا. معاني الشاعر الحقيقة إذا أردنا أن نصنفها نجدها كثير من معانيه تدور حول مشاكله النفسية. وأنا الحقيقة أقول إن شاء الله سيكون بحث لي عن حمد الحجي في مسألة هل صور الشاعر مرضه في هذه الفترة أو إرهاصات مرضه، سيكون جمعا لهذه المادة بحيث تكون في بحث لوحده. فموضوعات شعره تدور حول هذه الفكرة، الألم والأحزان. فأنا يعني بما أنك سألتني هذا السؤال سأعطي أمثلة لبعض غياب الهدف
الهدف. نعم، غياب الهدف، هدف عنده غير واضح من هذه الحياة، وهو نوع من أنواع فقدان المعنى عند الشاعر، وهو أيضا إشكالية لدى من سيصاب في الفصام، أو ما يسمى إرهاصات الفصام في الشخصية. فالهدف الذي ينشطه إلى العمل الإيجابي هذا غائب، وهو يصرح فيه في شعره، فيقول في قصيدة له أو في حياتي ما الذي أعددت لي كان يا إلهي أظلم الكون ولم ترى عيني في دجاه ألقا. إذن غير واضح الهدف له. في حياتي ما الذي أعددت لي كان أولى لي ألا أخلق. أيضا يقول من أين جئت وأين أذهب إنني في هذه الدنيا أعاني حيرتي. غائب الهدف أمامه، لا يعرف أين الطريق، أين سيذهب. هذا أنا قد هد جسمي الأسى والقلب باك من عذاب السنين، ماذا تبقى لي سوى غاية تضيء أيامي بنار الحنين. الغاية عنده غير واضحة أيضا، فقط هي الحنين إلى الماضي. وغياب الهدف كثير في شعره. طيب دكتور، تفضل. نحن قريبين من هذه الجزئية، نجد أن الأنا متوفرة بشكل كبير جدا في أبياته الشعرية. نعم. بينما نحن شبه غائبة. يعني عندما يتحدث عن مقارنة بين نفسه ومن حوله في المجتمع. أي نعم. دائما أنا. طيب أين نحن من هذه الدائرة؟ طبعا واضح من حالته النفسية الحقيقة. في فترة من فترات حياته محور تفكيره هو نفسه، محور تفكيره هو الآلام التي يعيشها. كلمة النحن هذه غائبة عن ذهنه إلا في المناسبات، بل أنها لا تكون حاضرة في شعره. ولذلك فعلا حقيقة أن مثل ما قلت، بما أن تذكرت غياب الغاية، غياب الهدف، هو يجعل نفسه دائما محور تساؤله هو أنا. من أنا؟ أنا ما والدي وإخوتي، ما الشمس تطلع في الصباح منيرة وإذا أتى وقت الغروب تولتي. هذه الأسئلة هي غيابها يجعل يتساءل عن نفسه، عن حالته، ثم يصف أحزانه وآلامه، يصف الناس من حوله. جميل جدا. وعبد العزيز، هل كان لديه اهتمامات أخرى؟ نريد أن نخرج من دائرة الشعر قليلا ونتجه بالاتجاه الآخر. طبعا. يعني هل كان لديه اهتمامات غير الشعر؟ نعم. الناس يعرفون أن حمد الحجي شاعر فقط، ولكن هناك جانب آخر لحمد الحجي، فهو كاتب وناقد في نفس الوقت. بعدين لم يعرفوا أنه أديب، يعرفوا أنه شاعر فقط. وطبعا عنده نظرة ثاقبة، يكتب وينقد كل ما يحصل عليه من كتاب أو غيره، وخاصة أدب أهل عصره. في ذلك الوقت رغم أنه كان مشغول بالدراسة، كان طالب في هذا الوقت، أول ما كتب مقالة في صحيفة اليمامة كانت أول صحيفة جريدة من أول. نعم. هذا عام 1376 هجرية. كتب مقالة نقد لأحد زملائه، قال قصيدة فقام بنقدها، وكتب عنها باسم الأدب يوحي بعضه إلى بعض. طبعا هذه موجودة عندي، حصلت عليها. هذه طبعا ما بعد طلع الشيء هذا، لأنه ما حد يدري عنه أنه ناقد. طبعا للمعلومية، أبو عبد العزيز الآن بصدد تأليف كتاب عن حمد الحجي. نعم. أيضا فيه مقالة الثانية، نقد كتاب أدبي للأستاذ حسن عبد الله القرشي. نعم. اسمه شوك وورد. نعم، شوك وورد. نقده نقد ممتاز جدا، وحطه في حلقتين أو وضعه في حلقتين برضه في صحيفة اليمامة عام 1378. طبعا هذه تحسب له، ما حد يدري عنها إنه ناقد، وإنه يعني شفت تصور أنه كانت من حوالي 10 صفحات ناقد للكتاب، وموجودة النقد موجود الآن. وبرضه ونقد الكتب ونقد أيضا الشعر. فطبعا هذا دليل على أنه واسع الاطلاع ويعرف جميل. طيب الأشياء هذه كلها. طيب ما له محاولات
محاولات مثلا قصة، محاولات غير الشعر يعني؟ والله لم أحصل على شيء دكتور هذا الشيء. ليس له فيما اطلعت عليه عن حمد الحجي لا يكتب القصة. وتعرف في المرحلة كانت القصة والرواية أي فن من فنون النثر إجمالا. لا له ذكر لا غير الكتابة النقدية. الذي أعرف له مقالتين نشرهما، هذه له مقالتين. نعم جميل جدا. طيب هل تطرقت لها في كتابك؟ أي نعم. زين. كتبتها؟ المقالتان لا لم أكتبها في الكتاب، لا، لكنني أشرت إليها في الحديث عن ثقافته. كويس. جميل. طيب دكتور، كثيرا ما نجده يعيش الغربة في قصائده. أي نعم. وعندما يعني يلتحف بنار هذه الغربة نجده يلجأ مباشرة إلى العودة إلى الوراء، إلى الطفولة، إلى زمن الطفولة. أي نعم. طيب هل هذا الرجوع يعني طبعا هو هروب من الواقع، نعم، ولكن اللجوء إلى الطفولة هل كانت طفولته يعني هادئة بقدر أنه كان يتمنى العودة إليها، أم أنه يحن إلى عقله الخلي في ذلك الوقت؟ الارتداد الطفولي هذه مشكلة أيضا في ما يسمى إرهاصات الفصام. العودة إلى زمن الطفولة أو تذكر الماضي باستمرار هي إحدى إرهاصات الفصام. ويقول مثلا أحد الكتاب في هذه المسألة، يقول: إذا كان المجتمع يتسم بسمات سيئة فإن حمد الحجي لا يرغب في مخالطته. للتخلص يذهب إلى النكوص إلى مرحلة الطفولة أو الارتداد الطفولي، لأنه أحد أسباب الغربة والتشرد النفسي. زمن به نفسي تفيض وداعة، أنعم بعيش في ظلال وداعتي. لم أدر ما طعم الهموم ولونها، وأرى الجمال فلا أصاب بلوعتي. أغفو وقلبي ليس فيه صبابة، تدع المنام محرم في ليلتي. تدع المنام محرما في ليلتي، وأنام ملء الجفن ما أمنيتي، إلا عسى في الصبح ألقى لعبتي. ذكرى الطفولة ما تمر بخاطري، إلا ذكرت بها نعيم الجنة. سؤالك أعود إليه، قضية العودة إلى الطفولة هي مرحلة. لماذا هي من أسباب أو هي إحدى رهاصات الفصام؟ هي مرحلة يريد أن يتخلص فيها من هذه الحالة النفسية التي يعيش فيها، فيذهب يتذكر هذه الأيام ويفسرها هو بشعر، لأنه يتخيلها حقيقة. فيقول: ما كنت في زمن الطفولة حافلا بمبادئ أو أمة أو فكرة، بل لم أكن أدري صواب شريعة خصت بها دون البرية أمتي. كل انتفاضاتي تذوب بريئة عند الربيع وظل أحنى دوحتي. وقال فيها: وأنام ملء الجفن ما أمنيتي، إلا عسى في الصبح ألقى لعبتي. فهذه المرحلة الجميلة هي التي تخلصه من المرحلة الآنية الحالية. يعني هو يتحدث عن خلو ذهنه من فترات التأمل والتفكر. يعني عندما كان الطفل بالتأكيد يكون عقله خالي من نعم أو فكره نعم خالي منه. يعني بالإضافة إلى ما في مجتمعه من أحوال، إلا أن أيضا التفكير والتأمل في بعض القضايا التي لا يستطيع لها حلا، هذه تجعله يبحث عن بديل. والبديل عند الشاعر الخيال، والخيال هو الذي أعاده إلى مرحلة الطفولة. ولذلك يقول: ما كنت حافلا بمبادئ أو أمة. هذه المبادئ وهذه هموم أمته والأفكار التي تلح على ذهنه، هذه تسبب له آلام حقيقية عقلية. جميل. دكتور، المعروف أن الشعراء الرومانسية دائما في شعرهم نجد ترديد للخوف من الموت والبعد عن الموت والخوف من السقوط فيه أو ما يسبب الموت. نعم. لكن هذه الفكرة نجدها تتأرجح عند حمد الحجي ما بين الخوف من الموت تارة، نعم، وما بين تمني الموت تارة أخرى ليرتاح من هذا. جميل. يعني ما هي القراءة ما بين في هذه الأرجوحة؟ يعني جميل، سؤال الحقيقة في الصميم. حمد الحجي طبعا الشعر بطبيعته هي التجربة حالية آنية، ليست مثل الرواية.
الرواية إذا عند كتابتها لابد أن يجلس الكاتب ويتأمل ثم يكتب عملية هندسية يعمل عليها، يضع كأنه يبني بناء أو عمارة يعني. فالشعر لا، هي قدح في الذهن، تنتهي هذه التجربة ثم ينتقل إلى غيرها. متى تكون القضية ظاهرة؟ عندما تصبح مترددة ومتكررة في شعره. حمد الحجي لديه فكرة القلق من الموت، وإذا رأى الميت فإنه يحزن لأنه يذكره بالمصير. حمد الحجي مثلا في قصيدة الزورق التائي، حتى نكون داخل إطار شعره. نعم، أنا الحقيقة كتبت في مؤثرات نفسية أخرى في هذا الكتاب، نجعله دعاية له حتى تشتروه إن شاء الله. الخوف من الموت، قضية الخوف من الموت هي فكرة يعني متأصلة في شعر حمد الحجي، وإن كان في بعض الأحيان يتمنى الموت، لكن ليس التمني الحقيقي، يتمنى الموت فقط على أنه تعبير من تعبيرات الحزن. لكن الخوف من الموت هي طبيعة بشرية، وحمد الحجي ظهر عنده ويذكر الأسباب، يقول فيها مثلا أحدى الأبيات: لم يدم لي سوى شقوة تحتدم، أحتسي كأسها ليتها لم تدم، ليس في مسمعي غير صوت العدم. ليس في مسمعي يعني اللحن الذي يتردد عليه هو صوت العدم. ويقول في مثلا بيت آخر: من لي بمنطاد يجنح بي على هذه الجواء، بعيشي المقرور لا ألمح الإنسان في أرجائها أبدا، ولا آسى على مقبوري. لا يحزن على شخص مقبور، لأن هذا الشخص المقبور يذكره بمصيره وهو مصير الموت. أيضا في الرثاء فيه نوع من التذكر الموت. تعرفون الثلاث أبيات مشهورة: وصليت العشاء على صبي، في حملت أمواجه من قاعه زعقات الذعر ممن غرق. أيضا غرق هؤلاء الموتى وزعقات الذعر، ومن الأمواج والبحر الذي لا يقصد فيه البحر الحقيقي، وإنما هو الحيرة التي يعيش فيها الشاعر. وفي أمثلة كثيرة تدل على الخوف من الموت في شعر محمد الحجي القليل الحقيقة. جميل جدا. أبو عبد العزيز، في قصة للشاعر حمد الحجي مع غازي القصيبي، دكتور غازي القصيبي، قصيدة هذه رحمه الله جميعا، قصيدة الزيارة. نعم. طبعا في عام 1403 عين الدكتور غازي القصيبي وزيرا للصحة، وقام بجولات تفتيشية على المستشفيات في المملكة، من ضمنها المستشفى المركزي، ثم ذهب إلى الطائف ومن ضمنها مستشفى شهر. فدخل المستشفى يتفقده، وآخر بعد ما خلص طلب مكان الشاعر حمد الحجي، طبعا يعرفه، قال: أين مكان؟ قالوا: في العنبر كذا، الظاهر 13. فدخل على حمد الحجي فوجده في غرفة مظلمة ومطليت حيطانها بالسواد، وأجرى معه لقاء وتكلم معه وتحدث معه. ويوم جاء يقوم ألقى عليه السؤال، قال: هل تريد شيء يا حمد؟ قال حمد: أريد سيجارة. طبعا هذه، فالكلمة ذي أثرت على الشاعر غازي القصيبي، فعمل قصيدة اسمها الزيارة، وهي قصيدة طبعا ونسمعوك إياها. يقول: عندما زرته في المكان الذي صبغت كل ألوانه بالسواد، وأساريره جمرة خامدة، قلت: ماذا عن الشعر؟ فارتدت النظرة الشاردة، أومضت لمحة ثم عاد الرماد. قال: جف المداد. قال: أشكو الونا والسهاد، هل لديك الدواء؟ ليت عند. قلت: لا يا حمد،
ليت عندي الشفاء، كلنا من ضحايا العناء، كلنا نشتكي، دمع أيامنا الجاحدة. قلت ماذا تريد؟ قال أريد سجارة واحدة. قمت من عنده حاملا في دمي كل حزن المكان الذي صبغت كل ألوانه بالسواد. طبعا هذه القصيدة لاقت لها يعني صدى جميل في المجلات، وهذا أخذها من مجلة، أنا من المجلة العربية. جميل جدا. طيب دكتور، تأملات الشاعر حمد الحجي كثيرة جدا. نعم. تأمل في نفسه وفي من حوله، وفي حتى امتد به التأمل إلى الوطن العربي. طيب ماذا عن الوطن؟ هل لديه قصائد وطنية أو على الأقل أبيات وطنية؟ والله حمد الحجي يعني الوطن حاضر في شعره، ولكن ليس بتلك القوة التي يعبر فيها عن آلامه وأحاسيسه. فمثال يعني نأخذ أمثلة. تحية الطباعة هذه قصيدة يتحدث فيها عن وطنه وعن النهضة العلمية في المملكة. أيضا افتتاح جامعة الملك سعود قصيدة أيضا معبرة، ولكنها قصيدة مناسبات. جامعة الرياض. جامعة الرياض. اي نعم. هي معبرة، يعني يعبر فيها عن أجزاء بسيطة، لكن إذا التفتنا إلى القصائد فنيا نجد أن الشعر العالي أو القيمة الفنية الحقيقية في شعره هو ما يتحدث فيها عن حياته وعن نفسه. طيب دكتور، هل وقع حمد الحجي في الحب يعني فعلا الحقيقي، يعني الذي يهلك الشعراء كما يقال؟ لأن نجد أنه يعني هناك لمس لهذا وعودة. هل هو خوف أم أنه لم يقع نهائيا؟ والله يا أبو إبراهيم، الحقيقة الذي يقرأ في حياته تجد أن الرجل يعاني معاناة ليست هذه المعاناة، ولكن عندما نقرأ شعره نجد أن لديه محبوبة. هل المحبوبة موجودة على الحقيقة أم أنه خيال يصنعه الشاعر ويتحدث عنه أو يرمز به إلى شيء معين لا نعرفه؟ ممكن هذا. لكن في عدد من القصائد في ديوانه تحدث لبنان المرأة وحاجته إلى المرأة، وقد استشهدت بكثير منها في هذا الكتاب. في لبنان ذكر جمال المرأة والنساء الذين يعني لقيهم وما إلى ذلك في مرحلة من مراحل الشباب. فالمرأة حاضرة، لكننا لا نستطيع أن نجزم هل هي حقيقة أم هي رمز. هذه تحتاج إلى قراءة وتحليل. عندما كرر اسم ليلى في بيتين متتاليين. نعم. ذكرت ليلى وعهدا مضى ففاضت دموعي، يا دهر سلها وقل لي متى يكون رجوعي. طيب أليس هذا مجرد إشارة للأنثى؟ يعني ليس بالضرورة أن يكون صريحا. ليلى قد تكون وطنا، قد تكون مكانا، رمزا، قد تكون بلدة هذه. ويعني ليلى علامة صحيح على الأنثى، لكننا لا نستطيع أن نجزم أنها ليلى الحقيقية. وقد تكون امرأة. نعم. وقد تكون امرأة، لكنني أنا أتصور حقيقة لو كان حمد الحجي يحب امرأة بذاتها لوجدت شعرا مختلفا غير هذا الشعر الذي نقرأه. طيب دكتور، اتفقنا أن حمد الحجي رحمه الله كان يكتب القصيدة بشكل سريع. نعم. لا ينمق القصيدة. من الواضح أنه لا يوجد عنده قصائد مطولة، هذه قصائد بهذه الصورة وبهذا الشكل. لا، لديه قصائد مطولة، لديه قصيدة تجاوزت 80 بيتا، وهي خلف المنظار الأسود، التي أتينا قبل قليل استشهدنا ببعض أبياتها. أم لأني أرى الأنام بأجسام توارت فيها نفوس الذئاب،
بين نذل وخائن وعدو وحسود وصاحب ذي كذاب. هذه قصيدة مطولة تعد من المطولات وتحلل وتفرد فيها كتب، فلديه مطولات، لكن يغلب في شعره المقطوعات الصغيرة، لأنه مثل ما ذكرت قبل قليل هي تأتي قدحة في ذهنه فيعبر عنها وينتهي. الزورق التائه مثال، أيضا قصيدة طويلة. يا بدر قصيدة وصلت إلى 40 تقريبا، أكثر من 30 بيت. طيب، هذا ما أريد الوصول إليه، يعني هل كما ذكرت أنها قدحة؟ نعم. طيب، هذا القدح ألا يجعل التركيز في القصيدة في البيت الأول والثاني نجدها بيتين مركزة، يعني الجرعة فيها عالية جدا، ومن ثم نعم تقل هذه الحدة حتى يصل إلى نهاية القصيدة ويبدأ مرة أخرى بالقوة. هل هذا سببها أن الهدف في ذهنه ركز في البداية ومن ثم أصبح البقية مجرد استطراد؟ والله الحقيقة يعني لا أعلم هذا الكلام، هل هو يعني من تأثري بحمد الحجي، أو أنه فعلا ما أراه أن حمد الحجي من القلائل الذي تسير قصائده وفق مستوى واحد ما تتخلف. اقرأ المنظار الأسود 83 بيت خلف المنظار الأسود، تجدها في مستوى واحد تسير وفق آلية معينة، تجد أنها منضبطة في الشاعرية. يعني شاعرية تجد أنه ليس حمد الحجي الذي ترونه هو الذي يكتب هذه القصيدة، وإنما معاناة حقيقية هي التي تكتب عنه. وهذا ما قاله مصطفى السويف في كتابه الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، ذكر أن الشاعر لديه إطار عقلي في ذهنه، هذا الإطار يحتفظ بالمخزون الإبداعي في التجربة، يحتفظ بها ثم يخرجها بشكل منتظم. أما القصائد المتكلفة فهي التي كما تشير تبدأ إما في المطلع أو تبدأ في الخاتمة أو تبدأ في الوسط. لكن حمد الحجي وقصائده يعني في أغلبها، ولا أقول كلها، في أغلبها هي في مستوى واحد، بل إن في قصيدة مثلا قصة له تجدها ذكرها القصة من أولها إلى آخرها، وفي نهاية القصيدة ظهرت الخلاصة، انتهى بالخلاصة، لكنها تسير وفق آلية يعني تتعالى حتى تصل إلى تصاعد يعني. نعم، في اتجاه تصاعدي. نعم. طيب، في غالبية قصائد حمد الحجي نجد بكثرة الجمل الاسمية، طبعا معروف أن مميزات الجمل الاسمية عن الجمل الفعلية، الجمل الاسمية من خواصها الثبات، نعم، أو تدل على الثبات، بينما الفعلية لا، التغير والتجدد. هل هذا عكس فعليا على حمد الحجي بأنه استخدم مصطلحات الثبات في قصائده، يعني يعكس ما في نفسه أنه باقي على هذا الوضع؟ لا، الجملة الاسمية هو ينوع الحقيقة بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. لا نستطيع أن نقول أن حمد الحجي يكثر من الجملة الاسمية. صحيح الجملة الاسمية تدل على الاستمرار والثبات، ولكن الجملة الفعلية تدل على الحركة والتجدد، التجدد والحدوث. فأزمات حمد الحجي ليست واحدة، هي تتغير متنوعة، يخرج من تجربة إلى تجربة. ولذلك تجده مثلا في قصيدة المربعات الرباعيات التي له قصيدتين في الرباعيات، لو أستخرجها بعد قليل بعد نترك المجال لأبو عبد العزيز، ووضح كيف نوع بين الجملة الاسمية والفعلية، وكيف قدمت الجملة الفعلية وظيفتها وكيف قدمت الجملة الاسمية وظيفتها. لأن في الجمل فقط لا نريد الابتعاد كثيرا عن ذلك، وهي استخدامها كثيرا للجمل الإنشائية، التمني، الاستفهام، النداء، كثيرا ما يستخدم هذه الجمل، وخصوصا في المطالع. وهذا دليل على تمكنه، لأنه ينوع في أساليبه، أساليبه ليست واحدة، يعبر عن مشاعره بكل طريقة ممكنة.
مرة في التصوير، مرة في معجمه اللغوي، مرة في تراكيبه، مرة في الأساليب الإنشائية، وأيضا في الجمل الفعلية والتناوب بين الجمل الفعلية والاسمية. ممتاز، جميل جدا. أبو عبد العزيز، نعم. ما هي أكثر قصيدة شدك في شعر حمد الحجي؟ وش تبي أقول؟ جميع قصائد حمد الحجي شدتني وشدت غيري، يعني ما في قصيدة، لكن كل قصائده إذا قرأتها تشدك، يعني ما في قصيدة معينة. بيت، طيب بيت فعلا تقول هذا البيت؟ والله قصيدة في مفاتن الربيع في نجد، هذا شدتني والله، قرأتها وذكرتني بأيام الصبا. هذا لا يمكن هذا عشقك لنجد يمكن. طبعا. قل للذي زار لبنانا وجنته يا دكتور، قل للذي زار لبنانا وجنته. قل للذي زار لبنانا وجنته. أيوة. فصار من عقله المسلوب، فصار من عقله المسلوب، لا مسلوبة. إيه مسلوبة. إيه. نعم. لا تذهبن بك الذكرى مجنحة وترتقي بك فوق السحب منهوبة. فنجد لبنان في فصل الربيع لذا أضحى الجمال. أمس الربيع إيه؟ لنجد اليوم منسوبة. أمس الجمال نعم لنجد اليوم منسوبة. طبعا هذه من القصائد اللي صراحة يحبها الإنسان، لأن تتكلم عن طبيعة بلده وعن الربيع. طبعا هذه من أقرب القصائد، ولكن وقصائده كلها ما شاء الله قوية، ولا نستطيع أن على مستوانا ننقد فيها أو نقول كذا، كلها ما شاء الله ممتازة. جميل جدا. طيب نعود للدكتور خالد في قصيدة طيب أنت بتبحث نعم. هذه من سيطرة الجمل الفعلية في قوله سلكت إلى الفجر كل الدروب، جملة فعلية. أمزق ستر الدجى بالنواح، وكفنت جرح الأسى في الغروب، لأدفنه في ضياء الصباح، فما أبت إلا بما قد يؤوب به تائه في الصحارى الفساح، تغلف نفسي صنوف الكروب، وينزو بقلبي شهيد الجراح، فهذه جمل كلها جمل فعلية فعلا. ثم في أبيات أخرى مثلا يقول في الجملة الاسمية هذا أنا قد هد جسمي الأسى والقلب باك من عذاب السنين. لكن السيادة يا دكتور، السيادة للجمل الاسمية في الغالب، السيادة فعلا يعني لا أستطيع أن أجزم بهذا، لكنني أقول إنه ينوع، والميزة في التنويع، لأن هناك غرض للجملة الفعلية وغرض تقوم به الجملة الاسمية. جميل. نعود إلى قصيدة الزورق التائه. الزورق التائه نعم. طبعا هي من أجمل القصائد الحقيقة، هي الأولى، أنا أعدها هي الأولى في إحكامها الفني وفي تصويرها للحالة النفسية حقيقة. فمثلا في قوله في سكون الليل قدت الزورق قاصدا، لاحظ كلمة الزورق ما هو؟ هل هو زورق حقيقي؟ الحقيقة أنه ليس زورق حقيقي، وإنما هو النجاة التي يريد أن ينجو بها، فهو يحس أنه في بحر الحياة وتائه لا يستطيع أن يبصر أين مكانه. في سكون الليل قدت الزورق، لاحظ الصورة كيف تتجمع وكيف تتراكب. قاصدا شط رجاء الشيق، إذا له هدف يريد أن يصل إليه. مبحرا نحو المدى المجهول، لا يعرف أين سيذهب، هو يريد الشاطئ لكنه لا يعلم أين. دكتور هذه ترجع بنا قليلا بس لمسألة الهدف، عندما قلت هناك هدف لا يوجد هدف، يعني هذه هنا أول شيء وجه إلى هدف معين ومن ثم لا يعرف أين، لا يعرف إلى أين هذا. هو يقول أنا أريد أن أذهب إلى هذا لكني لا أعرف. جميل. فهو غائب. مبحرا نحو المدى المجهول في حلكة لم أجل فيها أفقا،
كم يثور البحر حولي مزبدا لاهب العصف مغيضا محنقا حملت أمواجه من قاعه زعقات الذعر ممن غرق. إذن صورة متراكبة تتكامل حتى تكون هذا الألم. فإذا وصل الأزمة الشديدة تجده يقول ربي ظل العقل يلجأ إلى الله ثم يعود يكمل صورته في البيت الذي يليه وهكذا. هذه الصور المتجزئة ومن ثم أصبحت صورة متكاملة في صيغة تكاملية ولدت لنا رسم متحرك مصاحب له صوت ملون بألوان أبيض وأسود وكذا وكذا. نعم. هذه الصورة هذه فعلا يعني وضعتك أمام مشهد متكامل، يعني كأنك أمام شاشة تلفزيونية وتشاهد هذا الحدث أمامك تحديدا. لماذا يكرر فيها كلمة الزورق؟ وتلاحظ كان أكثر من مرة. نعم، الزورق يكرر ليس في قصيدته هذه فقط، وإنما هي لازمة مستمرة في شعره. تجد في الزورق التائه في العنوان، في زورقي قصيدة أخرى في زورقي، في قصائد أخرى تجدها في داخل القصيدة. الزورق هو رمز النجاة. هو يريد أن يتعلق بهذا الزورق لأنه يعيش في البحر، فهو في أهوال يحس بها ليس عنده شيء يتعلق به إلا هذا الزورق الذي تجده يكرره. فهي لازمة، يعني هي التي يتعلق بها للنجاة. في قصيدة بما أننا نتداول بالسؤال الأخير، حقيقة النقاش لا يمل في حمد الحجي، وخصوصا في حضرة أبو عبد العزيز والدكتور الله يعطيهم العافية. في كلمة تجنى علي بالغ في التجني فمن ألم الجوى استوحيت فني. هل الشاعر كان يتلذذ بهذا الألم؟ تجنى علي بالغ في التجني، هذه طبعا سمة أثرت فيها ثقافته، لأن قراءته للشعر تظهر شعراء الرومانسية كانوا دائما يكررون قضية قسوة المحبوب عليه، مظلومية يعني. لا، قسوة المحبوب يعني أن المرأة التي يحبها هي التي تجني عليه، فهو يتلذذ، يقول ما يأتي من هذه المرأة هو أحب إلى قلبي من العسل. تجنى علي بالغ في التجني فمن ألم الجوى استوحيت فني. وبدأ يصف المحبوبة، ويبدو لي أنها في لبنان هذه القصيدة، لأنه ذكر فيها ويرضاه أبو مي ومعني. نعم. أبو عبد العزيز، سؤال أخير نختم به هذه الجلسة. سؤال أخير نختم به هذه الجلسة. حمد الحجي بحث يعني في دراسات، وفي الدكتور جزاه الله خير يعني أفرد لها، طبعا ليس أفرد بل هي رسالة كاملة، دراسة كاملة. لماذا اخترت الكتابة في حمد الحجي مرة أخرى؟ والله أحببت الكتابة عن حمد الحجي منذ الصغر. أنا كنت أعرف حمد الحجي أولا أنه من وطني، الشيء الثاني أنه شاعر رمز، يعني قصائده كلها، يعني أنا قرأت له كل قصائده وجدتها ما شاء الله يعني تلامس الوجدان كل قصائده، فأحببت الشاعر هذا، وخاصة أنه ابن وطني. الشيء الثاني لم أرى أنه أعطي حقه، وأنا سأدلي بدلوي علني يعني أضع بعض الأشياء التي عندي أو أستفي بس عشان نطلع سمعته للبلد، ويستاهل أكثر مما يعني أنا ألف عنها وغيري وكذا. أبو عبد العزيز ما شاء الله خزينته عامرة دائما بالتاريخ وبالأدب، ومحب للآثار والجمع والبحث. حقيقة أنا أؤكد على هذه المسألة، نقول حمد الحجي مهما كتبت فيه ستجد مواطن، يعني مساحات كثيرة جدا. والقضية التي يركز عليها أبو عبد العزيز جدا مهمة لأنها تتعلق بحياته. هذا بالإضافة إلى أن هناك في مغالطات يبدو لي مثل ما سمعت من أبي عبد العزيز قبل قليل، هناك أمور كثيرة قيلت عنه غير حقيقية. فأنا الحقيقة يعني أدعو أبو عبد العزيز إلى أن يستعجل علينا بهذا الكتاب. تفضل أبو عبد العزيز. طبعا هذا نزول عند رغبة الأخ ماجد،
في هذه القصيدة كانت حملتها أنا معي كذا بعنوان حنين، طبعا تدري عنه. هي طبعا هذا عندما كان في لبنان كان يحن إلى نجد، يقول: إذا ذكرت نجد ذكرت بها الصبا، فأرسلت دمع العين يجري على خدي، أحن إلى تلك الربا وفضائها وطائرها والرمل والوهد والوخد. أرى كل ما في أرض لبنان حاليا، ولكنه رغم افتتاني لم يجدي. فمن أين لي مغنى كنجد وساحة معطرة الأرجاء بالشيح والرند؟ إذا ما رأيت النخل يختال راقصا ببيروت أبدي خافيا من هوى عندي. أراني غريب الدار بالشام مبعدا، أعاني عذاباتي وأشربها وحدي. أراقب إخوان الصفا، وما الذي أبدى لهم من راغد العيش من بعدي. فاه لقلبي كم يعيث به الأسى على نأي إخواني وبعد ذوي ودي. أرى غربة الأحرار مثلي فجيعة، فما الليث مأسور وما السيف في الغمد. طبعا هذه اسمها حنين، هذه من القصائد اللي كان يحن علينا نجد فيها. تفضل يا دكتور. القصيدة التي يعني في إحدى قصائده كان يلوم أحد أصدقائه، وهي التي ذكرت قبل قليل أنها تسير في اتجاه تصاعدي حتى تأتي قفل القصيدة فتأتي مضمونها. يقول: قال إني صديقك الفرد فاقصدني إذا حل حادث مدلهم، وبدا لي منه الوفاء فأصبحنا أبونا الأخاء والصدق أم. وأتى الدهر حاملا كل رزء فتساءلت يا ترى من أؤم. فتوجهت نحوه أبتغيه فإذا الوعد والمودة حلم. خدعتني براءة الموج في الشط ولم أدر ما يضم الخضم. يا صديقي إليك أبعث شكري، فلقد جد لي اصطبار وعزم. أنت علمتني احتمال المآسي والرزايا وجاءني منك علم. أنت لقنتني كدهري دروسا هي عندي وإن خسرتك غنم. يا صديقي القديم إن جبيني باذخ كالسماء وأنفي أشم. لا تلمني إن قلت إن انتهينا، هل فؤادي إلا دماء ولحم. هذه القصيدة بارك الله فيك جميلة. فقط سأقول 3 أبيات. تجنى علي بالغ في التجني، فمن ألم الجوى استوحيت فني. ومسب القد منتشيا كغصن جميل في اعتدال أو تفني. وأسمعني حديثك إن روحي يمور به صدى صوت المغني. كأن الله أولاك افتنانا فماز جفاك بالوتر المرن. أكاد إذا سمعت النطق منه يضيع الفكر والوجدان مني. يضيع الفكر والوجدان مني. فهيا يرسل شعاع اللحظ أني من الطرف الجميل أصوغ لحني. أصوغ مناغيا للناي لحنا شرودا رائقا في كل أذني. إلى آخر القصيدة. دكتور. أبقى على مر الجديدين في زمرة السعداء. في زمرة السعداء، نعم. أبقى على مر الجديدين في جوى، ويسعد أقوام وهم نظرائي. ألست أخاهم قد فطرنا سوية، فكيف أتاني في الحياة شقائي. أرى خلقهم مثلي وخلقي مثلهم، وما قصرت بي همتي وذكائي. يسيرون في درب الحياة ضواحكا على حين دمع ابتل منه ردائي. أكان لساني أن نطقت ملعثما وكانوا إذا ناجوا من الفصحاء.
وهل كنت إما أشكل الأمر عاجزا وكانوا لدى الجلة من العظماء وكانوا لدى الجلة من الحكماء، ولست فقيرا أحسب المال مسعدا وليسوا إذا فتشتهم بثرائي، وهل لهم وجود بما في أكفهم وإني مدى عمري من البخلاء، وهل أصبحوا في حين أمسيت مانعا يجودون بالنعمى على الفقراء، وهل كلهم أصحاب فضل ومنة وكنت أنا المفضول في الفضلاء، وهل ضربوا في الأرض شرقا ومغربا وكنت مللت اليوم طول ثوائي، وهل كلهم أوفوا بكل عهودهم ومن بينهم قد غاض ماء وفائي، بلى أخذوا يستبشرون بعيشهم سواي فقد عانيت قرب بلائي، لقد نظروا في الكون نظرة عابر يمر على الأشياء دون عناء، وأصبحت في هذه الحياة مفكرا فجانبت فيها لذتي وهنائي، ومن يطل التفكير يوما بما أرى من الناس لم يرتح ونال جزائي، ومن يمشي فوق الأرض جذلان مظهرا بشاشته يمرر بكل روائي، تغني على الدوح الوريق حمامة فيحسبه المحزون لحن بكائي، وتبكي على الغصن الرطيب يظنها حليف الهنا تشجي الورى بغنائي، ألا إنما بشر الحياة تفاءل تعش في زمرة السعداء. تفاءلوا بالخير تجدوه. المشكلة أن القصيدة كلها في التشاؤم، لكن ختم هذه الختمة اللطيفة جميلة، وهذه كنت تكون مضرب حكمة أو تفاءل تعيش في زمرة السعداء. هي والناس وأنها فوق ما شاء، فهذا يتمكن أنه أنا أوضع هي الحقيقة أنها بين الأنا والآخر وليست في مقارنة يعني. إيه أكيد هو لا يستطيع أن يفهم نفسه حتى ينظر إلى الآخر، فهو يعمل عملية مقارنة بين. أيضا كذلك نهاية القصيدة تعبر عن سبب مشاكله ما هو، وأصبحت لما انتهى عرف الإشكالية أينها. هؤلاء يمرون على الحياة دون عناء، فقط الأمور عندهم بسيطة جدا، ما يفكر هو في كل قضية يفكر فيها ويتأملها، فهذا هو السبب. فالحقيقة هي مقارنة، لكنها في النهاية ما محورها شخصية حمد الحجي نفسه. في أي مداخلة؟ له أبيات متفرقة. يقول لنا قابلت الأستاذ سعد الجريان، كان مشرف على حالته في دار الرعاية الاجتماعية بالرياض، كان يقول إنه يكتب لكن لا يظهر. والآن نبهني أبو عبد العزيز إلى أن الأبيات التي أخذها دكتور ابن حسين ليست من قوله، لكن ما ذكر لي أنها من قوله عندما قال: وأنا الذي أخذ الزمان حبائبي وبقيت بالدنيا بغير حبيبي، أحيا مع الأيام صبا هائما الشوك والأحجار ملء دروبي، يا ليتني ألقى حبيبا مخلصا إن الحبيب أخ لكل غريب. هذه 3 أبيات قيل إنها قالها وهو في مركز الرعاية الاجتماعية، لكن علميا حمد الحجي توقف تماما عن قول الشعر في سنة 81 بعد أن أصيب بالفصام، وكل ما ذكره قبل 81 كانت إرهاصات الفصام ولم يصب حقيقة بالفصام. وأذكر أن قال لي أيضا أبو محمد أنه
عندما رجع من لندن مع الأستاذ محمد الشدي كان تماثل للشفاء، لكنه أيضا لم يكتب بيتا شعريا واحدا، فقط كان تماثل بسبب الحبوب المهدئة والعقاقير التي أخذها من دكتور في لندن. في ثورة الجزائر كانت الحقيقة لا أعرف التاريخ بالضبط، لكن في كم تقريبا فيها المرحلة بعد 81 ما وصل إلي أنه لم يقل بيتا واحدا، وكل ما قيل هو ادعاء عليه. وحفظ الثلاثة أبيات التي نبهني أيضا أبو محمد، وهو ما يؤكد على هذه الفكرة أنه لن يكتب، وهذا أيضا ما يتوافق مع العلم. الفصامي لا يستطيع أن يكتب، لأن مشكلته عقلية ليست نفسية. يعني تفضل. الله يحفظك. بالنسبة للشاعر محفوظات وكحافظ يعتبر، أنا كنت سمعت الشريط في 25 سنة وفقد هالشريط مع مجموعة من الأهالي، فكان يقول قصائد مطورات جاهلية وقصائد من شعر المتنبي وقصائد من شعر صدر الإسلام. هل بالضبط أنه كان راوي للشعر وحافظ بشكل كبير جدا وأنها سقطت موهبة المكان؟ هل تطورت لا في الكتاب ذكرت ثقافته، هناك مبحث كامل عن ثقافته. من مصادر ثقافة حمد الحجي القراءة، وهو لم يقرأ للشعراء. الشعراء العرب قرأ لهم بشكل كامل، وكان يحفظ طبعا قبل 81، لا زلت أكرر على قبل هذه الفترة، كان يحفظ حفظا عجيبا، ولذلك ذكر عبقرية، هي تسمى العبقرية. يحفظ، يجلس في مكان ويلقي قصائد من هنا ومن هناك ويستشهد، يستطيع أن يستدعي البيت في لحظة على الموقف. هذا موجود عنده، وكل من قابلته من أصدقائه الذين يجالسونه، منهم الشيخ إبراهيم الناصر وعبد الله بن دريس ومحمد الطيار، كانوا يقولون إنه عبقري في هذا الجانب، حافظة من الدرجة الأولى. وأقول يا أهل هذه البلدة الطيبة، ربما أصيب بعين، هذه يرددونها كثيرا، وذكر لي هذا الأستاذ محمد الشدي، لأن هذه الحافظة وهذه العبقرية يعني هي مرمى لعيون الناس، وأنا أقول لا أجزم بهذا، لكن هي حق في العين حق، وربما أصيب بها فأثرت علي. الله أعلم. بالنسبة للي سأل يقول هل فيه قصائد بعد يعني 81؟ فيه قصائد بس إنها قصيرة جدا يعني، وبعضها كان مكتوب في الحيطان. يقول واحد من الأطباء النفسيين في الطائف يقول غرفته مليئة بالأشعار، إلى جينا كل أسبوعين، هذا بنفس مقابلة أنا قريت هذا واحد يقول كل أسبوعين أو 3 أسابيع نطليها بالدهان، يعني يكتب على الحائط. ومن ضمن القصائد الأخيرة فيه قصيدة قالها في الملك خادم الحرمين الملك فهد عندما تبرع له بمنزل في الطائف. هذه طبعا تعتبر من القصائد الأخيرة. فيه بيتين منها يقول لو قيل للمعروف نادي أخ العلا، نادى بأعلى الصوت يا فهد يا فهد، جواد ببذل المال شيمته الندى، شجاع بحد السيف يشبهه الورد. الورد أظن من أسماء الأسد. أبو عبد العزيز، هذه عام كم هو هذه التبرع له بشراء منزل في الطائف؟ وفي قصيدة أخرى برضه يمدح خالد السديري، كلها لم تكتب، القصائد هذه موجودة. هذه جديدة في مقالة لابن حسين ذكرها، في مقالة في مجلة الحرس الوطني موجودة. ذكرها ابن حسين. نعم. وفي واحد ثاني يمدح سديري، خالد السديري، نعم. برضه يجي 4 أبيات أو 5 أبيات، كل هذه جدد، يعني هذا يعني ما نشرت في الكتب، دليل أنه قالها بعد الوحي. نعم، لكن لاحظ مستواها ضعيف. نعم، ضعيف. أصبحت مجرد نظم. نظم.
يعني بلا روح. تكرار هنا بلا روح يعني أو فعلا ليس فيها، ليس دليل أن الشاعر ليس حمد الحجي، شخص آخر. يمكن في المدح يعني ما يجيد المدح، شعره يعني ما يميل للمدح، طبعا هذه تعتبر مدح. أي طبعا. هو الحقيقة في شعر المناسبات، إذا وصل إلى شعر المناسبات التي يعني التي لا يمليها عليه مشاعره، إنما إما مناسبة أو شيء معين، تجد مستواه يضعف قليلا، وإن كان جيد. مثلا في رثاء عبد الله عزام، نعم، أو ما اسمه عزام، عزام، عبد الله عزام، ليس عبد الله، له اسم أبو عبد الله عزام، يعني على مثل عزام تراق دموع ويبكيه القصيدة في الرثاء جيدة، لكنها ليست في مستوى قصائد حمد الحجي التي يتكلم فيها عن معاناته وعن آلامه النفسية. نختم إذن. شكرا لكم جميعا. عبد الوهاب عزام. عبد الوهاب عزام، أحسنت، صحيح. شكرا لكم جميعا.